بعد 10 سنين من دلوقتي مش هيفرق انت اشتريت عربية ايه، في كام واحد كان متابعك، انت كنت بتقبض كام، ولا حتى اشتغلت فين. بس في سؤال واحد بس هيفضل مطاردك: هل انت كنت مرتاح وقتها؟ الغريب ان اغلبنا مش مرتاح بسبب حياته، احنا تعبانين بسبب دماغنا. انت عارف، انت ممكن تكون قاعد في اوضه هاديه جدا، لكن جوه دماغك في 100 صوت بيتكلموا في نفس الوقت. صوت بيفكرك بحاجه نسيتها، وصوت بيحاسبك على حاجه عملتها، وصوت بيخوفك من حاجه لسه هتحصل، وكلهم عايزين يردوا عليك في نفس اللحظه. الامتحان، الشغل، المذاكره، الفلوس. قوم انت متاخر، طب لو فشلت، طب لو حصل كذا. تخيل اني قدرت اسكت كل الاصوات دي، مش انهيها مش همحيها، بس اقدر ارتبها لك بحيث كل فكره تبقى في مكانها. تفتكر هتحس بايه وقتها؟ الغريب ان الاداه اللي العلماء قعدوا عشرات السنين بيطوروها عشان يحلوا المشكله ديت مش دواء ولا برنامج ولا تقنيه معقده، هي مجرد ورقه بس مش اي كتابه. لو سالتك ايه اخر مره قعدت فيها مع نفسك من غير موبايل، من غير موسيقى، من غير فيديو يشتت انتباهك، كانت امتى؟ مش دقيقه ولا اتنين، انا بتكلم عن قعده حقيقيه، قعده انت وافكارك بس. جربها كده، جربها النهارده. اقعد 10 دقايق كاملين من غير ما تمسك الموبايل، من غير ما تعمل اي حاجه تلهيك. اقعد مع نفسك انت وبس، من غير ما تعمل اي حاجه. غالبا انت مش هتكمل القعده ديت، مش عشان انت شخص مشغول، بس لانك هتكتشف حاجه مرعبه شويه: ان دماغك عمرها ما كانت ساكته اصلا. كلنا فاكرين ان اكبر مشكله في حياتنا هي ضغط الشغل، الفلوس، العلاقات، لكن الحقيقه ان ديت مجرد اعراض. بس لو اتكلمنا بجد عن المشكله الاساسيه فهي موجوده هنا. يعني تخيل معايا انك عندك اوضه صغيره مليانه ورق، لازم ارد على الرساله ديت، لازم ادفع الفاتوره، هل فلان دوت زعلان مني، انا متاخر، انا مقصر، طب لو فشلت. كل فكره من ديت ورق، وكل يوم في مئات الورق الجديد بيتضاف جوه الاوضه دي. المشكله ان معظمنا عمره ما بينظف الاوضه دي. كلنا تقريبا بنقفل الباب ونمثل ان كل حاجه تمام لغايه ما الدنيا تهدى، بس اول ما تحاول تنام، اول ما تحاول تهدى، اول ما تحاول تقعد مع نفسك، تسمع الصوت كل الورق وقع مره واحده. يمكن عشان كده بنخاف نقعد مع نفسنا لوحدنا. لازم يكون في بودكاست شغال، او مسلسل، او فيلم، او ريلز، او اي حاجه، بس المهم ما تسيبنيش مع دماغي لوحدي. المشكله هنا ان احنا بنفتكر ان احنا عندنا افكار كتير، لكن علماء النفس بيقولوا ان المشكله مش في عدد الافكار، المشكله ان الافكار ديت محبوسه. وفي فكره في علم النفس بتقولك ان الافكار اللي ما اتقفلتش جوه دماغك غالبا بتفضل مفتوحه. يعني تخيل ان انت فتحت 20 صفحه على الكمبيوتر من غير ما تقفل ولا واحده، بعد شويه الجهاز هيعلق، مش عشان الجهاز ضعيف، بس عشان الرام اتملت. وده تقريبا اللي بيحصل لعقلك كل يوم. كل مهمه انت مأجلها، صفحة مفتوحة. كل خوف انت مأجله، صفحة مفتوحة. كل مشكلة بتهرب منها، صفحة مفتوحة. كل حلم انت مأجله، صفحة مفتوحة. وانت بتحاول تذاكر وتشتغل وتبذل مجهود، وانت اصلا في دماغك 50 صفحة مفتوحة. عشان كده انت اساسا ممكن تيجي يوم تلاقي نفسك فيه تعبان من غير ما تبذل اي مجهود، وحاسس ان انت مرهق جدا. الارهاق هنا مش ارهاق عضلي، الارهاق هنا ارهاق ذهني. وفي معلومة غريبة جدا: ان العقل البشري مش متصمم انه يخزن كل دوت اساسا. احنا بنتعامل مع دماغنا انها عرض خارجي، وهي اصلا مش متصممة عشان كده. هي متصممة عشان تحلل المعلومات مش عشان تخزنها. يعني المفروض الفكرة تدخل، يتاخد منها قرار وتخرج، لكن احنا ما بنعملش كده. لكن اللي بيحصل انها بتدخل، تفضل قاعدة جوه وتجيب صحابها. وده السبب انك ساعات تدخل المطبخ وتنسى انت كنت داخل ليه، او تفتح اللابتوب وتنسى انت كنت عايز تعمل ايه عليه، او تقعد ساعة تبص في الشاشة من غير ما تنجز. ده مش معناه انك غبي، لكن لان في ضوضاء كتير جدا في دماغك. بس السؤال المهم هنا هي ليه دماغنا بتعمل كده؟ ليه دماغنا ما تسيبناش في حالنا؟ الاجابة على السؤال دوت ان دماغك مش متصممة عشان تخليك سعيد. ودي من اكتر الحاجات اللي غيرت نظرتي عن العقل. العقل متصمم عشان يخليك عايش بس. من آلاف السنين كان في انسان ماشي في الغابة وسمع صوت اسد، عقله قال له اجري، والانسان دوت نجا، والانسان دوت خلف واحفاده هو احنا. الاسد مشى والانسان دوت مات، بس العقل لسه شغال بنفس الطريقة. الخطر بقى امتحان، مقابلة شغل، مستقبل، رسالة ما تردش عليها، كومنت، بوست، كل دي حاجات العقل شايفها تهديد. العقل مش بيفرق، هو شايف كل ده تهديد. عشان كده لما بتقعد لوحدك عقلك بيفتح الملفات ديت، هو مفكر ان هو لما يفتح الملفات ديت هيخليك مستعد. لكن الفكرة ان اللي بيحصل هو العكس. بعد فترة كل فكرة بتولد فكرة، وفكرة بتولد فكرة، لغاية في الاخر بعد نص ساعة تلاقي نفسك بتفكر في موقف حصل من ابتدائي. وهنا بيحصل اكبر خداع: انت بتفتكر ان التفكير الكتير بيخليك انك تحل المشكلة، بس الفكرة انك مش بتحلها، انت بس بتلف حواليها. تخيل انك فاتح خريطة مدينة ضخمة وعمال بتبص عليها لمدة 8 ساعات، هل انت كده سافرت للمدينة ديت؟ لا. ودوت نفس اللي بيعمله الاوفر سينكينج في دماغنا، بيخليك تفكر ان انت حليت المشكلة، بس انت في الحقيقة عمال بتبص عليها بس. وعشان كده في ناس حياتهم بتبان شكلها هادي، مش عشان اكيد حياتهم ما فيهاش مشاكل، بس اكيد هم اكتشفوا ان المشاكل لما بتطلع من دماغك وتنزل على ورقة وتبقى قدام عينك، وقتها المشكلة دي بيحصل فيها حاجة غريبة جدا: بتصغر. الخوف اللي انت كنت شايفه زي الجبل بيبقى سطور، المشكلة اللي انت شايفها معقدة بتبقى ليها بداية ونهاية، المشاعر اللي كانت متلخبطة بيبقى ليها اسماء. يمكن لأول مرة تعرف انك مش مخنوق، انت بس قلقان، او انت مش غضبان، انت بس متوتر، او انك مش فاشل، انت مجرد شخص تايه. والفرق بين الكلمتين ممكن يغير حياتك فعليا. بس بقى، هل مجرد الكتابة ممكن تعمل كل دوت؟ هل مجرد ورقة وقلم ممكن يغيروا حياتك؟ ولا دي مجرد تنمية بشرية بتحاول تعقد اي حاجة بسيطة؟ في الفصل الجاي هتكتشف ان الجورنالينج مش مجرد كتابة مذكرات، وان علماء الاعصاب والباحثين وعلماء الطب النفسي قضوا عشرات السنين بيحاولوا يفهموا ليه الكتابة ممكن تغير حياتك. لما تفتح دفتر كنت
كنت كاتبه من 5 سنين، ترجع تقرا الكلام دوت، بتقرا اول كام سطر وفجاه بترجع الشخص ده، تحس بنفس القلق، نفس الاحلام، نفس الضحكه، نفس المشاعر، كانك سافرت بالزمن. وده بالظبط خلانا نسال سؤال: هو احنا ليه بنكتب؟ لو رجعنا لاول الحضارات زمان هنكتشف ان الانسان ما كانش بيكتب عشان الادب او الروايات، الانسان كان بيكتب عشان ما ينساش. من اول يوم الانسان اكتشف ان ذاكرته ضعيفه، لكن مع الوقت الكتابه ما بقتش مجرد وسيله بنحفظ بيها المعلومات، الكتابه بقت وسيله بنفهم بيها نفسنا. ومن هنا ظهر مفهوم اسمه الجورنالينج. بس للاسف اول ما بنسمع الكلمه ديت بيجي في دماغنا دفتر لونه بينك وعليه جليتر وحد كاتب دير داري النهارده صحيت الساعه 8 الصبح. وده بالظبط اكبر سوء فهم عن الجورنال. الجورنال مش مجرد مذكرات انت بتكتبها، انت مش مطلوب منك تكتب كل اللي حصل في يومك، مش مطلوب منك انك تكتب كل يوم اساسا، انت مش بتكتب عشان تحفظ يومك، انت بتكتب عشان تفهم نفسك. تخيل ان دماغك ديت عباره عن مدينه كبيره، كل فكره هي عربيه ماشيه، كل قرار هو اشاره مرور، كل ذكرى هي شارع، وكل خوف هو زحمه. تخيل انت سبت كل دوت من غير تنظيم، عارف ايه اللي هيحصل؟ ببساطه هيحصل فوضى. وده بالظبط اللي بيحصل جوانا. الجورنال مش بيضيف افكار جديده، هو مجرد بينظم اللي موجود. وفي تشبيه بحبه جدا: تخيل انك دخلت اوضتك ولقيتها مش متروقه، هل الحل انك تشتري اوضه جديده؟ لا، انت محتاج بس ترتب اللي موجود جوه الاوضه. وده بالظبط اللي الجورنال بيعمله، هو مش بيقلل مشاكلك، هو بس بيرتبها، بيخلي كل مشكله في مكانها الطبيعي. وعشان كده احنا بنسميه الاكسترنال برين او الهارد الخارجي للمخ. وده السبب انك اول ما بتكتب بتحس بالراحه مع ان المشكله لسه ما اتحلتش. الغريب ان الراحه ديت مش احساس وهمي، دي لها تفسير علمي. العلماء لقوا انك اول ما بتحول الفكره بتاعتك من افكار عشوائيه لكلمات مكتوبه، العقل بيتعامل معاها بشكل مختلف. الفكره ما بقتش وحش مجهول، بقت جمله، والجملة ممكن تتحلل، ممكن تتناقش، وممكن كمان يترد عليها. وده السبب انك ممكن تكون قلقان جدا، بس اول ما بتيجي تكتب انا خايف من الامتحان، بتلاقي ايدك بتكمل السطر لوحدها لان ما ذاكرتش الباب الاخير. طب ما ذاكره. وفجأة الخوف اللي انت كنت شايفه معقد بيتحول لافكار بسيطة انت مرتبها. يعني من الاخر لو انت عايز تغير حياتك مش لازم تبدأ من الفعل، ابدأ من الفكرة، والفكرة هي اللي هتجيب الفعل. والجورنال هو المكان اللي انت بتشوف فيه الفكرة قبل ما تتحول لحياة كاملة. بس الجميل هنا ان الجورنال ملوش شكل واحد، ودي من اكتر الحاجات الجميلة في الجورنال اللي بتخلي الناس اللي مش فاهمة تستسلم. بيفكروا ان في طريقه صح وفي طريقه غلط، بس الحقيقه ان الجورنال عامل زي صندوق العده، في عده وانت بتختار الحاجه المناسبه لوقتها. يعني مثلا لو انت مش عارف تبدا ودماغك زحمه، ممكن تبدا بابسط نوع جورنال، حاجه اسمها البرين دامب، وده يمكن ابسط نوع في العالم. افتح ورقه فاضيه واكتب اي حاجه وكل حاجه بدون ترتيب وبدون قواعد، اي حاجه تيجي في دماغك اكتبها. مجرد انك بتطلع اللي في دماغك كانك بتفتح الحنفيه وبتفضي كل اللي فيها. ولو المشكله انك كل يوم بتصحى وحاسس ان دماغك متشوشه، في جورنال اسمه المورنينج بيجز. الفكره ببساطه انك اول ما تصحى، قبل الكلام، قبل الموبايل، قبل القهوه، افتح الجورنال واكتب 3 صفحات فيهم اي كلام. حتى لو هتكتب انا مش عارف اكتب، المهم ما توقفش. الهدف هنا ما بيكونش جوده الكتابه، الهدف هو انك تنظف عقلك قبل ما تبدا اليوم من جديد. ولو حياتك ماشيه بشكل كويس بس نفسك تبقى شاكر اكتر، ممكن تكتب جراتيتيود جورنال. كل يوم تكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم: فنجان قهوه، صاحب انت مصاحبه، انك صاحي كل يوم بصحتك. يمكن الغريب ان التمرين دوت كل يوم لو استمريت عليه بيغير مع الوقت العدسه اللي انت باصص خلالها للحياه. ومثلا لو عندك حلم او مشروع، اكتب جول جورنال. لكن وهنا لازم نقف شويه عشان دي من اكتر الحاجات اللي الناس فاهمها غلط. احنا متربيين ان النجاح لازم يكون هدف كبير، منصب، فلوس، سفر. لكن كال نيوبورت بيقول حاجه مختلفه تماما، بيقول ما تخططش الهدف، خطط لحياه. بدل ما تسال انا عايز ابقى ايه، اسال انا عايز اعيش ازاي. تحب تصحى امتى، تشتغل الساعه كام، مين الناس اللي حواليك، فين المكان اللي تحب تعيش فيه، ايه الاحساس اللي نفسك تحسه كل يوم. لان ببساطه ممكن توصل للهدف وما تكونش سعيد، لكن صعب توصل لاسلوب حياه معين وتكون تعيس. وعشان كده في نوع جورنال انا بحسه من احسن الانواع، مش بيطلب منك تكتب اهداف، بيطلب منك تكتب القصه اللي نفسك تعيشها، مش بعد 20 سنه لكن في المرحله الحاليه من حياتك. ومش لازم يكون الجورنال كلام بس، في ناس بتحب تكتب بالرسم، في ناس بتلزق صور، في ناس بتكتب اقتباسات، وفي ناس بتكتب بوليت جورنال، وفي ناس كل اللي بتعمله انها تكتب سؤال واحد بس: هو انا ليه متضايق النهارده، وتبدا تجاوب. وده اجمل حاجه في الجورنال، انه مش بيحكم عليك، مش بيقطعك، مش بيقولك انت صح ولا غلط، مش هيزهق منك ومش هيستعجلك، هيفضل ساكت لغايه ما انت تخلص. لكن وسط كل الانواع اللي قلناها ديت، في نوع واحد بس العلماء بيدرسوه بقالهم اكتر من 40 سنه، نتائجه كانت مبهره لدرجه انها اثرت على المناعه والذاكره والقلق والاكتئاب، جوده النوم، والاغرب انه محتاج 4 جلسات بس. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الفصل الجاي. خليني اسالك سؤال: لو في عاده ممكن تعملها في اقل من نص ساعه، اكتر من دراسه علميه اثبتت انها بتقلل التوتر وبتحسن الذاكره وبترفع المناعه وبتخليك تنام احسن وبتخليك اوضح في قراراتك، هتصدق؟ يمكن لا، وانا كمان ما كنتش مصدق، لولا ان في عالم نفس اسمه جيمس بيمبكر قرر يجرب الموضوع دوت في الثمانينات. بيمبكر بدا يسال سؤال بسيط جدا: ليه في ناس بعد الصدمات
صدمات بيقدروا يتعافوا بسرعه، وناس تانية بيفضلوا شايلين نفس الالم دوت فتره طويله. فاكتشف حاجه غريبه قوي، ان الناس اللي كانت بتتكلم او بتكتب عن اللي حصل لهم كانوا بيتعافوا بشكل اسرع، مش بس نفسيا، جسديا كمان. وفي البدايه الناس فكرت ان دوت صدفه، لغايه ما الدراسه اتكررت مره واتنين، لغايه ما بقى عندنا مئات الدراسات بتثبت الكلام دوت، ان الكتابه مش مجرد تفريغ مشاعر، الكتابه طريقه دماغك بتعيد بيها ترتيب الحدث وفهمه مره تانية. وده حاجه مهمه جدا، لان معظم الناس فاكره ان الجورنال مش مجرد انك بتقعد تشتكي. لا، الشكوى لوحدها مش علاج، اللي بيغيرك انك بتبني قصه مفهومه. دماغك حرفيا بتكره الفوضى بس بتحب المعنى. يعني تخيل ان دماغك دوت كتاب، وكتاب فيه صفحه متقطعه، كل ما هتيجي عند الصفحه ديت هتتعب، بس اول ما تيجي تكتب الصفحه تاني وترجع تفهمها، الكتاب هيرجع متكامل. وده بالظبط اللي بيعمله التدوين. وعشان كده بيمبكر عمل بروتوكول بسيط جدا لكن نتائجه مذهله. 4 جلسات بس، كل جلسه من ربع ساعه لنص ساعه. بتختار اصعب تجربه او اصعب فكره شغله دماغك دلوقتي، وتقعد تكتب فيها من غير ما تقف، من غير ما تنسق الصفحه، من غير ما تفكر الكلام طالع شكله عامل ازاي. محدش هيقراه. انت ممكن بعد كل دوت تقطع الورقه تاني بعد ما تخلص، بس في شرط مهم قوي، انك ما تكتبش بس ايه اللي حصل، انت اكتب كمان انا حاسس بايه، وايه اللي انا فهمته من الكلام دوت، وازاي الحدث دوت اثر على حياتي. الغريب ان اول جلسه غالبا هتكون الاصعب، يمكن تكون اتضايقت اكتر بعد اول جلسه، وده طبيعي لانك اول مره هتفتح الدرج اللي انت قافله بقاله سنين، اذا كان علاقه صعبه انت مريت بيها او مشكله في حياتك. لكن مع كل جلسه الضغط هيقل، واللغه نفسها اللي انت بتكتب بيها هتتغير. والعلماء لاحظوا ان دايما الناس كانت في اول جلسه بتستخدم كلمات زي مكسور وخايف وغضبان، لكن دايما كانوا بيجوا في الجلسه الرابعه ويستخدموا كلمات زي فهمت واكتشفت وبسبب وادركت. وده معناه ان المخ هنا بدا يحول الالم لمعنى. وهنا دخل اندرو هيوبرمان بعلم الاعصاب وسال ايه اللي بيحصل جوه الدماغ لما بنعمل كده. اكتشف انك لما بتكتب انت مش بس بتفضفض، انت بتشغل مناطق في البريفرونتال كورتكس في دماغك، الجزء المسؤول عن التفكير والتحليل المنطقي، وده بيساعدك تسيطر على مراكز الخوف والتوتر. بمعنى ابسط، انت مش بتلغي الخوف، انت بتخلي الشخص العاقل يمسك الدركسيون. وفي حاجه اغرب من كده كمان، انت لما بتسيب فكره في دماغك هي بتاخد مساحه من الوركينج ميموري، الذاكره العامله، ودي المساحه اللي انت بتستخدمها في المذاكره وحل المشاكل. وعشان كده في ناس وقت الامتحانات لما بتكون متوتره بينسوا حاجه هم كانوا حافظينها، مش عشان هم نسوها، بس عشان القلق كان واخد مكانها. والنتيجه ان في دراسات خلت الطلبه يكتبوا اكتر حاجات موتراهم قبل الامتحان ب10 دقائق، والنتيجه ان ادائهم اتحسن بعد كده لما يخلصوا من القلق دوت. في ايام هتفتح فيها الدفتر وتكتب سطرين وايدك هتقع، وده طبيعي لان الهدف مش انك تكتب كتير، الهدف انك ترجع لنفسك وتكلم نفسك كل شويه. طيب كل ده جميل، طب اكتب ازاي؟ اجيب دفتر شكله عامل ازاي؟ ورق ولا موبايل؟ اكتب امتى؟ طب اكتب كل يوم؟ وازاي اخلي الجورنال عاده مش مجرد حماس اول يومين وخلاص؟ وده عامه اخر فصل في الفيديو. نفتح اول صفحه مع بعض ونبني نظام تقدر تكمل بيه من الليله. فاكر الشاب اللي بدانا بيه الفيديو، اللي كان في دماغه مليانه احلام، اصوات، خوف، قلق، مقارنات، كان كل ما يقعد لوحده بيحس ان دماغه بتزعق؟ الحقيقه ان الشاب دوت مش شخصيه خياليه، الشاب دوت ممكن يكون انا او انت او اي حد تاني. حياته ماشيه بسرعه اسرع من انه يفهمها. المشكله ان دي ممكن تكون حياتنا. اغلبنا كل يوم بيصحى يجري، يذاكر، يشتغل ويرد على الرسائل وينام تاني ويكرر اليوم، يوم ورا يوم، اليوم يقلب لشهر وسنه ورا سنه، من غير ما يقف ويسال نفسه انا رايح فين. وفي مقوله بحبها جدا بتقول احنا بنعيش الحياه لقدام بس بنفهمها لما نبص لورا. وده بالظبط هو الجورنال، انك تسيب اثار تقدر تمشي عليها بعدين وترجع تبص عليها تاني وتراجع نفسك. لكن خليني اقول لك حاجه مهمه بعد كل اللي قلناه دوت، ما تحاولش تعمل كل حاجه، ما تروحش تشتري 5 دفاتر، وما تنزلش 10 تطبيقات، وما تعملش 50 هابت تراكر، لان اكبر سبب ان الناس بتبدا الجورنال وتوقفه ان هم بيبداوا بطريقه مثاليه. ابدا بابسط شكل ممكن يريحك. يعني لو ناوي تكتب اي دفتر، مش لازم جلد، مش لازم بوليت جورنال. ولو ناوي على الموبايل ارشح لك تطبيق دي 1 اللي انا بستخدمه بقالي فتره طويله. والمهم ابدا. اول صفحه مش مهم تكون جميله، بالعكس يمكن احسن اول جمله تكتبها هي انا مش عارف اكتب. الغريب ان بعد الجمله ديت الكلام بيبدا يطلع لوحده. ولو سالتني ايه احسن وقت ممكن تكتب فيه، هقول لك ان في 3 لحظات انا شايفهم الافضل. اول اليوم عشان تفضي دماغك قبل الدنيا ما تملاها، واخر اليوم عشان تخش تنام ومش شايل هم الدنيا كله فوق كتفك، وتالت وقت هو وقت ما تحس ان دماغك بقت اعلى من اللازم، وقت القرار، وقت الخوف، وقت اللخبطه. الجورنال نفسه مش مرتبط بوقت، هو مرتبط بالحاجه انك محتاج تفهم نفسك وتحل مشاكلك. ولو مش عارف تبدا وتكتب ايه، ممكن اديك 5 اسئله تبدا تكتب بيهم، وكرر العاده ديت لغايه ما تلاقي لنفسك اسئله تبدا بيها انت تبقى ملائمه اكتر لحياتك. اول سؤال هو ايه اكتر حاجه واخده مساحه في دماغي دلوقتي، اذا كان علاقه بفكر فيها او هدف بسعى له او مشكله في حياتي. تاني سؤال معانا هو انا حاسس بايه فعلا، مش انا كويس، لا، هل انا قلقان، غضبان، مجروح، مكسور؟ كل احساس من دول هيبقى ليه طريقه تتعامل معاها بيها. تالت سؤال معانا هو ايه اصغر خطوه ممكن اعملها بعد ما اقفل الدفتر ده، ولو رجعت اقرا الصفحه دي تاني بعد سنه هكون عايز افتكر ايه. السؤال الخامس هل انا حاسس بالذنب وليه. ال5 اسئله دول كفايه جدا يخلوا اي جلسه هتعملها ليها معنى. ولو بعد فتره حبيت تطور الموضوع اكتر، ابدا راجع، ودي اكتر خطوه الناس بتنساها. بعد كل شهر ارجع اقرا الحاجات القديمه، مش عشان تضحك على نفسك القديمه، بس عشان تلاحظ الحاجه اللي بتتكرر. يمكن تكتشف ان نفس المشكله اللي انت فيها ديت دلوقتي بتتكتب من 6 شهور، يمكن تكتشف
هتكتشف ان كل مره بتكون متضايق بيكون بسبب قله النوم او المقارنه او الضغط من شخص معين. وهنا انت مش بس بتكتب، انت فعليا بتدرس نفسك زي العالم اللي بيعمل تجربه. وده فعلا كان من احسن الافكار اللي قالها جيمس بينبكر لما قال be your own scientist، او خليك العالم بتاع نفسك. ما تعاملش مع نفسك كقاضي، لكن اتعامل مع نفسك كباحث. مش كل مره تسال نفسك هو انا ليه كده، اسال نفسك ايه اللي حصل وايه اللي اقدر اتعلمه من اللي حصل. لان الجورنال مش اختبار او سلسله ما ينفعش تتكسر. الجورنال هو مكان انت بترجع له لما تحس انك عايزه. ويمكن اكتر حاجه انا عن نفسي اتعلمتها لما قريت عن الجورنال ان الجورنال مش بيحل مشاكلك، هو بيخليك تشوفها. والخلاصه انك لازم قبل ما تغير حياتك لازم تفهمها. ويمكن بعد 10 سنين من دلوقتي ما تفتكرش الفيديو دوت، بس اتمنى انك تفتكر اول صفحه هتكتبها في الجورنال بتاعك، لان ممكن جدا الصفحه دي تكون بدايه حياه مختلفه. في ناس بتعيش عشرات السنين، وفي ناس بتعيش سنه واحده 10 مرات. فرق مش في الوقت اللي عاشوه، الفرق ان هم كانوا حاضرين وكتبوا قصتهم وهم بيعيشوها. النهارده قبل ما تنام هات اي ورقه، او زي ما قلت لك حمل تطبيق دي 1 وافتح اول صفحه واكتب اول سطر. مش عشان تبقى كاتب ومش عشان حد يقراه، اكتبه عشان لاول مره انت هتقعد مع الشخص اللي انت هتفضل عايش معاه طول عمرك، نفسك. سلام.